بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من تبع هداه ليوم الدين. واجهات الرياضة المصرية: إدارات ولجان وإعلام، بضاعة أتلافها الهوى. لا توجد بشرة خير أو أمل فيما نراه من هؤلاء، سواء على الشاشات أو على صفحات الجرايد. كلها لا تبشر بخير ولا أمل بإصلاح وصلاح الكرة المصرية، بل نسير إلى الأسوأ، إلى السواد في الرياضة المصرية. الكل يتكاتف إلى سقوط الرياضة المصرية، رياضة بلا أخلاق ولا ضوابط ولا أي شيء يدل على نزاهة القائمين على الرياضة. الكل يتكاتف على ذبح الأهلي وظلم الأهلي ومناصرة الآخرين، حتى في أموال الأهلي. الكل يتكاتف في ابتزاز الأهلي، أمواله من عرق ومن دمه ومن مجهوده ومن خيرات السنين وخبرات السنين. الأهلي يحصل الملايين، ولكن هؤلاء المظالم يأخذون من أهل الملايين بلا حساب ولا رقيب، ولكن ودعم كبير لابتزاز الأهلي. أموال، حتى أموال اللي في البنوك لا يستطيع أن يسيطر عليها الأهلي. الأهلي ضعيف في مصر، ولكن الأهلي قوي ببطولاته، بإنجازاته، بأخلاقه، بحبه للجميع. الأهلي يرفض شكوى الرياضة لعدم تطبيق اللعب المالي النظيف. الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو البطولات ولا ينظر إلى المهاترات. هكذا ما نراه من واجهات الرياضة